إذا تبون جسمكم يصير كذي أو كذي بشهر رمضان، الفيديو هذا راح يشرح لكم كل اللي لازم تعرفونه بأقل من دقيقة. أول وأهم نقطة هي طريقة الأكل. طريقة الأكل برمضان ما راح تختلف عن طريقة الأكل باقي الأيام. نبيكم تفكرون بالفطور مثل وجبة الريوق. نبي وجبة خفيفة تعطينا طاقة عشان نروح نتمرن. بعد التمرين نقدر نبلش الشغل الصح مع الأكل. زين وهاب شلون نتمرن؟ هذه الطرق اللي راح تحتاجونها عشان طريقة التمرين تسوي لها سكرين شوت. زين وهاب خلصنا تمريننا، الحين شلون ناكل؟ كل الأشياء اللي تحتاجون تعرفونها عشان تعرفون ايش كثر تاكلون باليوم. أبيكم تفكرون بنقطة وايد مهمة. إذا صعبتوا فكرة التمرين برمضان راح يصير التمرين أصعب. رمضان المفروض إنه ما يغير شيء بطريقة تمريننا. صح احنا قاعد نصوم طول اليوم، لكن إذا خلصنا كل احتياجاتنا بين المغرب والفير راح نشوف نتائج وايد حلوة. فهذه المفروض كل الأشياء اللي تحتاجونها حق شهر رمضان. اللي عنده أي سؤال يحط لي إياه بالكومنت. اليوم اللي بعد ما صورت الفيديو وايد ناس كلمتني يبون برنامج برمضان. اللي يبي برنامج برمضان يحط لي إياه بالكومنت، وإذا صار في طلب عالي راح أنزل لكم إياه بالرابط.